عارف انك ممكن تنزل حمام سباحة او بحيرة ميتها دافية وتخرج منها حامل لكائن قاتل؟ كائن ما بيتشافش بعينك، ملوش شكل ثابت، ملوش رجلين ولا اسنان، بس يقدر ياكل دماغك حرفيا. ازاي نقطة مية ممكن تخلينا نعيد تفكيرنا في ابسط تفاصيل يومنا؟ الكائن ده اسمه نجليريا فولاري، بس العالم كله عارفه بلقب مخيف وهو الاميبا الاكلة للمخ. انا دكتورة هند السرفي ودي قصة النهاردة. نجليريا فولاري، والمعروفة عادة باسم الاميبا اكلة الدماغ، هي كائن حي وحيد الخلية، محب للحرارة. حطه في أي مية دافية هيعيش فيها. اللي يخوف بجد مش إن الكائن ده موجود، بس إنك ممكن تكون قابلته قبل كده وإنت مش واخد بالك أصلا. بتبقى موجودة عادة في بيئات المياه العذبة الدافئة زي البحيرات، الأنهار والينابيع السخنة وحمامات السباحة اللي الكلور فيها قليل، أقل من نص جرام بكل متر مكعب. وبتزدهر في البيئات اللي بتوفر ظروف مثالية لنموها وتقدر تفضل على قيد الحياة في درجات حرارة تصل ل 45 درجة مئوية، وده بيسمح ليها بالاستمرار في مناطق الاستوائية وشبه الاستوائية عالميا. لكن خلينا احكي لك بقى الكارثة بتبدأ منين بالظبط. بتدخل الأميبا للتجويف الأنفي عن طريق استنشاق المياه الملوثة من خلال الأنشطة الترفيهية زي السباحة، الباليه المائي وغيره، أو الاستحمام، بالإضافة لممارسات زي تنظيف الأنف أو الوضوء مثلا. وهنا بتبقى الكارثة إنها بتوصل للمخ مسببة التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي، وده مرض بيصيب الجهاز العصبي المركزي. بتاكل الدماغ حرفيا، والجهاز المناعي مش بيقدر يتخلص منها، بالعكس ده ممكن يسبب ضرر أكبر في المخ والجهاز العصبي. مع تقدم العدوى الجهاز المناعي بينهار تماما. دورة حياتها بتتمثل في 3 أطوار. الطور الوحيد اللي بيصيب الإنسان هو التروفوزايت، ولو الإنسان اتعرض للمياه دي عن طريق الفم. لو اتعرض عن طريق الفم فمش بتسبب له أي إصابة. الطريق الوحيد ليها علشان تسبب المرض هو دخولها عن طريق الأنف. بس عايزة أقولك إن المشكلة مش بس في قوة الكائن، لكن كمان في سرعة تدور الأعراض اللي بتيجي ورا بعضها كأنها سلسلة رعب. تبدأ الأعراض السريرية لعدوى النجليريا فولاري عادة بارتفاع درجة الحرارة، تعب، إرهاق وغثيان والقيء والصداع ونوبات وكمان تشنجات، واللي بتشبه لحد كبير أعراض التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري. بالإضافة لده ممكن تتطور الأعراض وتصبح أكثر حدة. هي إيه أكثر حدة دي يا دكتور؟ هقولك إنها ممكن توصل لرهاب الضوء وتيبس الرقبة وتشوهات الأعصاب وأعراض مميتة حرفيا. تعتمد بقى في كل الأعراض دي على شدتها وسرعة ظهورها على عدوانية السلالة والكمية اللي دخلت المخ. تظهر الأعراض دي في حدود من يومين ل 12 يوم. لكن الأعراض مثلا زي النزيف، العطس والألم وسيلان الأنف، الأعراض اللي شبه البرد دي أو أي عدوى بتدخل الأنف، فمش بتظهر غالبا لأنها بتتنقل للمخ دايركت. يعني عارفة طريقها من الآخر، اللي هو أنا لسه هصيب الأنف، دخلني يا ابني على المخ على طول. وهنا يجي السؤال المرعب، هل الجسم بيقدر يقاوم الكائن ده؟ عايزة أقولك إن اللي بيزود المشكلة إن العدوى دي شبه مستحيل تكتشفها قبل فوات الأوان. غالبا بيتم معرفة الإصابة بالمرض والتشخيص الصحيح للحالة بعد الوفاة. للأسف نسبة الوفاة عند الإصابة بتبقى 97%، وأحيانا بتوصل ل 99% في بعض الآراء العلمية. يعني النجاة تكاد تكون معدومة. طب هل ده حصل قبل كده؟ في الحقيقة الإصابات دي اتسجلت في دول كتير حول العالم. تم الإبلاغ عن حالات عدوى ناجمة عن النجليريا فولاري في 39 دولة، وأعلى عدد من الحالات سجلتها الولايات المتحدة واستراليا وباكستان والهند والمكسيك. وده ممكن يكون بسبب أحواض المياه العذبة الدافئة والمناخ الملائم لنمو وتكاثر الأميبا في الدول دي عن غيرها. وهنا ممكن نسأل سؤال مهم، هل ممكن مع تقلبات المناخ الشديدة والاحتباس الحراري إنها تظهر بشكل أكبر وعدد إصابات أكتر في دول تانية؟ الخطر للأسف ما بقاش بعيد عن حد. قدرة النجليريا فولاري على الازدهار في المياه العذبة الدافئة بتسلط الضوء الأحمر على كيفية مساهمة تغير المناخ في انتشارها لمناطق جديدة. مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتغير أنماط نزول المطر، ممكن تواجه المناطق اللي كان بيعتقد سابقا إنها منخفضة الخطورة انتشار متزايد للعدوى. ده بيتطلب إدخال تحسينات فورية على الصرف الصحي للمياه، مراقبة حمامات السباحة والتوعية الصحية العامة، وكمان أنظمة المراقبة لمنع تفشي المرض. في المجمل تم الإبلاغ عن 488 حالة حول العالم لحد سنة 2023، استنادا لبيانات مجمعة من مقالات بحثية وتقارير حالات وبيانات مراقبة نشرت بين عامين 1962 و 2023. قد يكون العدد أكبر من كده ولكن غير مرصود. دول كتير بدأت تعمل حصر للسيروتايبس الموجودة عندهم علشان يشوفوا هيتصدوا ليها ازاي بأمثال تعليمات أو غيره. طب برضو عايزين نعرف ايه التحاليل أو الاختبارات المعترف بيها لحد دلوقتي واللي ممكن أشخص بيها الحالة.
الحالة؟ اقول لك ان عندنا كذا حاجة. اول حاجة الفلاجيليشن تيست، وده مش بيدي داتا كافية دايما. وعندنا الإلايزا ولكن مش بتبقى دقيقة او بتدي تشخيص متأخر. عندنا RFLP وده بيبقى مكلف وبيستخدم في انواع محددة، يعني مش كل الانواع، لكن اللي مفيش خلاف عليه هم حاجتين. اول حاجة PCR وده يعتبر اسرع وافضل طريقة للتشخيص، وفي تكنيك جديد اسمه LAMP وده بيعتبر افضل واسرع برضه. دلوقتي نرجع نسأل السؤال المهم، ازاي نحمي نفسنا وهل في علاج او لقاح موجود لحد دلوقتي؟ خليني اقول لك ملخص لاهم استراتيجيات الوقاية من الاميبا الاكلة للمخ. اولا مفيش علاج نهائي او لقاح، فالوقاية هي الحل الاساسي، مع العلم ان بيشتغلوا حاليا في بعض الدول على تطوير لقاحات. الكائن ده بيصيب الناس لما المية الملوثة تدخل الانف اثناء السباحة او الوضوء او اي انشطة او عادات بتخلي المية تدخل الانف. يبقى نتأكد من المية اللي بتنزل فيها او بتستخدمها. تطهير المية بالكلور النسبة المناسبة او التركيز المناسب بيقتل الاميبا، وده غالبا بيبقى فوق النص جرام لكل متر مكعب. المية المالحة او المعالجة آمنة بعكس المية الدافئة الطبيعية. كمان استخدام كليبسات للانف، وحافظ على راسي مرفوعة فوق سطح المية. استخدم مية مغلية او مقطرة للوضوء وتنظيف الانف، خصوصا في المناطق اللي فيها تلوث او عدد اصابات. التوعية المجتمعية ضرورية لتقليل عدد الاصابات عموما في اي دولة. في الاخر المرعب مش وجود الاميبا بس، المرعب اننا لسه مش عارفين نهايتها هتكون فين، وان لحد دلوقتي مفيش علاج اكيد ولا لقاح، وان نقطة مية ملوثة ممكن تغير حياتك في ايام. امراض بتظهر اكتر كل يوم عن التاني. تفتكروا ايه اسوأ سيناريو من الامراض الانسان ممكن يوصل له؟ انا دكتورة هند السرفي ودي كانت قصة النهاردة.